السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. النهاردة عايزة أكلمكم شوية عن الدورة بتاعتنا. النهاردة عمرها 26 يوم. طبعا انتوا عارفين احنا جبناها دورة بلدي هجين على فيومي على رزي على بط. طبعا ما شاء الله النهاردة 26 وزنها فارج. الله أكبر عليها. انا هقول لكم النهارده شويه معلومات كده عن انا ليه جبتها كده ان انا شكلتها. التشكيل. انا هقول لكم انتوا اختاروا بالظبط انتوا عايزين تربوا ايه من نوع. الدوره عندنا هنا البلدي الهجين. طبعا ده بلدي تمام. لكن برضو الفيوم بلدي بس. الفيومي في الرقد بتاع البيض صعب في الرقد. يعني لو رقد معانا 3 4 أيام هتلاقيه بيتنطط ويتحرك كتير والكلام ده كله وما يرقدش كويس على البيض. لكن البلدي هي البيضة بتاعته بتبقى أصغر. بس ما شاء الله في الركض كويس، وممكن يرقد معانا ويفجز ويطلع البيض على خير إن شاء الله. عندنا النهاردة عمر 26 يوم. يعني ممكن أبتدي إن أنا أدخلهم خلطات من البيت. تمام. الفراخ الفيوم برضو في معلومة تانية عنها. الفراخ الفيوم بتاعتنا ان شاء الله يعني كانت بتصيح بتقدم من عمر حوالي 5 أيام. ومزعجة في الصياح بتاعها، يعني بتعمل دوشة. لكن برضو الديوك البلدي مش زيها. الفيومي صعبة، يعني حركتها كتيرة لأن وزنها خفيف. وزن الفراخ الفيومي بتبقى أخف طبعا. لكن البلد الهجين بيبقى أعلى شوية. لكن والرز برضو ما شاء الله برضو وزنه أنا وريته لكم طبعا في الفيديو اللي فات. برضو وزنه بيبقى حلو. لكن احنا بنتكلم على الفيوم اللي هو الفضي اللي هو زي ده. تمام. ما شاء الله اهو زي برضو دوت زي دوت زي دولة. ديت الفراخ الفيوم الفضي. اللي وراه ديت يعني يعتبر دوت برضو ايه دوت رزي. بس والفراخ الفيومي هي اللي شقية، يعني حركتها كتير وما ينفعش ان احنا نطلعها في مكان بره فاضي. انا ابتديت ان انا ادخلهم مكان مكفول، علشان طبعا ايه حركتهم. وبيطلع طبعا لو في سور ولا كده هيطلعوا يتنططوا وطبعا هتبقى ايه بالنسبة لنا غلبة يعني. ولازم المكان بتاعنا يكون متهوى كويس، يكون فيه شباك زي كده بنفتحه لهم طبعا ايه وقت الشمس. لازم يكون فيه تهوية في المكان بتاعنا. والنظافة طبعا لازم دايما. نبتدي بقى هنزل لهم بقى ان شاء الله كده خلطات من البيت. الاكل طبعا الفايض. زي ما قلت لكم ان شاء الله ان احنا خلاص احنا عطيناهم في اول الدوره من اول يوم لحد 18 يوم. عطيتهم علف بيدي. من يوم ال 18 غيرته خليته علف نامي. وهنشتغل بالنامي مع الخلطات زي ما قلت لكم كده، مع العيش ومع الدشيشه ومع كده كسر فول. طبعا مع بقى ايه خلطات من البيت بقى اي بقى اكل من البيت. هنبتدي نطلع لهم خلاص. بس وهتكمل ان شاء الله كده على خير لغايه ما نغير ايه بعد كده اللي هنسيبه للبيض. الفرخ اللي هنسيبها للبيض كده هتبقى هنبتدي معاهم يعني ممكن على 3 شهور نبتدي ان احنا نغير ايه العلف بتاعهم هيبقى علف بياض. بس وربنا ان شاء الله كده يصلح لنا الحال كده ويصلح لكم الحال. وادي ايه دورتنا زي ما وريتها لكم كده.
ما شاء الله، الله أكبر عليها يعني الحمد لله. الدنيا تمام. الدورة ديّة الحمد لله، يعني الحمد لله إن هي ما فيهاش أي نافج لحد الآن خالص. عددها زي ما هي من أول يوم. والنهارده الحمد لله 26 يوم، ما فيش أي نافج خالص في البلدي، ما فيش أي نافج يعني، ولا بَط ولا الفراخ البلدي. بس كده الحمد لله. يا رب كده أكون فدتكم كده بمعلومة إن شاء الله وتستفيدوا مني. ما تنسوش كده تعملوا لي اشتراك للقناة لو انتوا لسه جداد، وتعملوا لي لايك كده للقناة عشان بس ايه انزل لكم ان شاء الله كل جديد. كل دورة انزلها، انزل فيديوهات جديدة بإذن الله. وهتوحشوني كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.